إصابة قوية لحكيم زياش ومباراتين إعداديتين للمنتخب المغربي في هذا التاريخ. قبل ذكر التفاصيل لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وهيا نبدأ. أعلن نادي غالاتاساراي التركي عن خبر سيء بخصوص نجمه المغربي حكيم زياش الذي تعرض لإصابة مع المنتخب المغربي في مشاركته في كأس أفريقيا، وبالضبط في مباراة المغرب ضد زامبيا، حيث كشف بلاغ لنادي غالاتاساراي اليوم عن تفاصيل هذه الإصابة وعن مدة غيابه المحتملة. وأشار البلاغ إلى أن الفحوصات التي خضع لها حكيم زياش الأحد الماضي أظهرت إصابته بالتواء وشد في الرباطين الجانبيين الخارجي والداخلي أيضا للكاحل الأيسر. وأشار البلاغ إلى أن حكيم زياش قد انخرط في نظام علاجي بإشراف الطاقم الطبي للنادي التركي من أجل العودة إلى الميادين في أقرب فرصة ممكنة. ذات البلاغ أشار إلى أن حكيم زياش قد يغيب عن الميادين لمدة 4 أسابيع أو أكثر، وهذا ما يؤكد أنه سيغيب لمدة ليست بالقصيرة عن النادي التركي. وكان يتوقع في البداية أن إصابة حكيم زياش ليست بتلك الخطورة، ولكن الفحوصات أكدت أنه بحاجة للعلاج ل4 أسابيع على الأقل، إذ من المرتقب أن يعود للميادين في الأسبوع الأول من شهر مارس القادم، قبل أسبوعين تقريبا من انطلاق معسكر المنتخب المغربي في شهر مارس القادم. وبخصوص معسكر المنتخب الوطني المغربي في شهر مارس، فقد أكدت تقارير إعلامية من بينها جريدة المنتخب أن المنتخب المغربي بمعية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تخطط لبرمجة مباراتين إعداديتين للمنتخب الوطني في معسكر شهر مارس. إلى حدود اللحظة لم يتم تحديد أسماء المنتخبات التي سيواجهها أسود الأطلس، ولكن الاتجاه السائد داخل الجامعة أنه يجب اختيار مواجهتين ضد منتخبين إفريقيين من كبار المنتخبات في أفريقيا، حيث أكدت تقارير إعلامية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع اتخذت قرارا حاسما بخصوص المباريات الودية للمنتخب المغربي في هذه السنة، إذ أكدت ذات التقارير أن المنتخب المغربي سيبرمج مباريات إعدادية ضد منتخبات إفريقية فقط، وسيتجنب مواجهة منتخبات من قارات أخرى، علما أن رئيس الاتحاد الأوروغواي لكرة القدم أكد قبل يومين أن منتخب الأوروغواي يرغب في برمجة مباراة ودية ضد المنتخب المغربي في شهر مارس في فرنسا، لكن وبحسب كل هذه المعطيات فالمنتخب المغربي والجامعة سيرفضان هذا المقترح، وسيركزان على برمجة مباريات إعدادية ضد منتخبات إفريقية كبيرة فقط.